الظاهرة هذه انتشرت ياسر تاع حل مكتب واعمل باتيندا وتصرف بها كما تحب، على خاطر لقوها حاجة سهلة ولقوها مهنة ينسق لها أي واحد، فهمت ولا عقله ما عندوش مستوى علمي كبير. التحيل هذا موجود، على خاطر الشخص إذا كان يمشي لشخص ما عندوش كفاءة وما عندوش حتى صلة بالشيء هذايا ويطلب أشياء منافية للرقية، كما استعمال الدماء وهي نجاسة، استعمال أم البوية وهي نجاسة، استعمال السرادك هذايا والدجاج بصفة عامة وهو الطيور بصفة عامة وهو نجاسة، الدماء متاعها أو كذا. وربي سبحانه وتعالى مذكور كل شيء في القرآن، من تداوى بحرام لا شفاه الله. ربي ما يشفيه شخص يتعاطى الشعوذة، على خاطر إذا كانت تستعمل الدماء وتجيني حالات اللي يكتب لها حتى على جسدها بالدماء، وهذا شيء محرم باش يزيد يضرها أكثر من اللي هي تعبة واللي هي مضرورة، على خاطر الدماء نجاسة لا تصلح للشفاء، كل حاجة نجسة لا تصلح للشفاء. من تداوى بحرام لا شفاه الله. هم وصلوا حتى يشدوا أم البوية حية في الكانون ويحرقوها، كائن حي تنبذ فيه روح ويحطوها في الجمر على الكانون حتى لين تتحرق، وهذا شيء يقشعر منه البدن. فما اللي هو تعلق معها راس نتاع تبيب وهو طير، راس فكرون. هل يعقل الشخص باش يحل مشكلته باش يعلق راس نتاع حيوان ولا راس نتاع طير؟ هذا كل شرك بالله، هذا شرك بالله، على خاطر اللي كان يعطيك ربي راه يعطيك ربي من خيره، وربي سبحانه وتعالى قادر فاعل، هو اللي يعطيك، هو اللي يرزقك، هو الرزاق، هو الفتاح، هو اللطيف، هو الحفيظ. أسماء الله الحسنى هي كل رحمة للمسلمين والمسلمات، دون هدايا وهو خزعبلات، كما استعمال الورق الكارتة. ايش معناها تفرش كارتة وتدعي علم الغيب؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي الأكرم لا يعلم الغيب، علم الغيب عند ربي. من أتى عرافا أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. البشر يوصل حتى للشرك، على خاطر ما يعلم بالغيب كان الله. ثم الرقية، الأدعية المباحة، التداوي بالماء الطاهر، التداوي بالعسل، التداوي بالأشياء اللي موجودة في القرآن الكريم، دون هدايا وهو حرام. من تداوى بحرام لا شفاه الله. ربي ما يشفيه الشخص يتعاطى الشعوذة ويتعاطى السحر ويتعاطى والله يهز سردوك ولا هز عنز لسيدي فلان تو تجيبي أولاد. هل يعقل هذايا؟ مش معقول. ثم هما أطراف يجونا احنا وتضروا تعطيها تمشي للنسات يدعوا اللي هي تنتمي لسيدي عبد القادر وبنت سيدي عبد القادر واعطاها كرامات واعطاها كذا، وتوصل تعطيها نباتات واعشاب لين كرشها بطنها تتنفخ. واللي فاتك اغرب تقول لها ما تمشيش للطبيب على خاطر جدودي ما يحبوش الطب. هل يعقل جدودها ما يحبوش الطب؟ العلم ربي سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي خلق العوالم. ربي سبحانه وتعالى خلق العوالم ويسر العلوم. الطبيب اللي قاري 30 و35 عام وعنده كفاءة عالية وأعز كفاءات علمية في تونس وطب، اللي هم يجوها نسات من برا أجانب يقوموا بعمليات جراحية في تونس، أقسم بالله، وتحثها باش ما تمشيش للطب. علاش؟ على خاطر الطبيب باش يكتشف اللي هذه ما عندهاش جنين في بطنها، وتعطيها أوهام زائفة وتعيشها في أوهام وعندك صغير وباش تجيبي وتفوت 9 أشهر، خاطر أحبال الكذب قصيرة. على مثال يقولوا فيه أحبال الكذب قصيرة، هذه كذبها ما يفوتش 9 أشهر وتظهر الحقيقة.